من الحاجات اللي ما ينفعش ما تكونش موجودة عندي في التلاجة أو في الفريزر طول السنة، الفلفل الأحمر أو الشتيتة أو هريسة الشطة أيا كان بتسموها ايه. بيدخل معانا في معظم الأكلات، خلطة المحاشي عموما أو صلصة الكشري أو صلصة المكرونة. كمان تتبيلة الفراخ، خلطة البتنجان، وبنضيفه كمان ساعات على الجبنة بيديها طعم حلو قوي. مرة واحدة بنلاقيه كتير في السوق وفجأة بيختفي ما بيكونش موجود. أنا عادة ما بحبش أفرز أي حاجة، أو مش أي حاجة بالنسبة لي بفرزها في الفريزر وتقعد معايا طول السنة. هريسة الشطة لما بفرزها بتفضل معايا طول السنة بنفس الطعم وبنفس اللون، سواء هحتفظ بيها في التلاجة أو هحتفظ بيها في الفريزر بتفضل معايا لحد آخر معلقة بنفس اللون وبنفس الطعم. يعني لا طعمها بيغير ولا لونها بيغير. النهاردة هنعملها بكل سهولة، بس قبل كل ده اعملي لايك للفيديو، لو مش مشتركة في القناة نوريني واشتركي فيها. ويلا نبتدي ونقول بسم الله. اول حاجة واهم حاجة لما اجي اشتري الفلفل الاحمر اللي هخزنه لازم يكون طازة، يعني يكون لونه حلو كده والعنقود بتاعه اخضر وطازة، مفهوش حتت طرية ومفهوش حتت بايظة. هيقعد معايا طول السنة، فمن البداية يا جماعة نشتري الحاجة طازة وحلوة. هنجيب كمية الفلفل اللي تكفينا طول السنة. اي كمية هتجيبيها هتمشي معايا بنفس الخطوات اللي هقولك عليها، يعني جبتي كيلو 2 3 4 حتى لو 10، هنمشي بنفس الخطوات اللي هنقول عليها بالظبط. بعد ما غسلت الفلفل كويس جدا وصفيته ونشفته هبتدي اجهز هريسة الشطة بتاعتي. بس قبل ما ابتدي اجهز هريسة الشطة مهم جدا اكون لابسة جوانتي في ايدي. الفلفل الاحمر بيكون حامي جدا جدا يا جماعة، لو لمس جلدك لا قدر الله هيسبب لك التهابات في ايدك، فتجنبا لكل ده وبعدين بقى نرجع نداوي ونعالج في الالتهابات، تجنبا لكل ده اكون من البداية لابسة جوانتي في ايدي. هشيل العنقود الاخضر من الفلفل وبعد كده هبتدي اقطع كمية الفلفل بتاعتي وهاخدها على الكبة او المفرمة. لكل نص كيلو من الفلفل الاحمر هضيف عليه معلقة ونص من الملح. في المرحلة دي ممكن اضيف عليه توم كمان واعمل برطمان ولا 2 لحشو البتنجان. انا ضفت عليه ملح بس انت لو حابة تضيفي عليه توم وتعملي زي ما قلتلك برطمان او 2 لحشو البتنجان، فهنكمل باقي الخطوات عادي. انا هفرم الفلفل فرم اولاني بالملح وبعد كده هبتدي اضيف عليه ربع كوباية من الزيت وافرمه فرم تاني. الفلفل الاحمر او هريسة الشطة ما بتكونش ناعمة قوي، يعني بتكون خشنة نوعا ما. وظيفة الملح والفلفل هنا هما المادة الحافظة بتاعة الهريسة، وهما اللي هيحافظوا على الهريسة لأطول فترة بنفس اللون وبنفس الطعم. كده أنا خلصت الطريقة بتاعة الهريسة، ولكن هقولك ازاي تحتفظي بيها طول السنة من غير ما طعمها ولا لونها يغير. عادة أنا بحب لما أخزن حاجة هفتحها أكتر من مرة، أخزنها في برطمانات صغيرة، سواء مخلل أو هريسة شطة، أو حتى طماطم، وده اللي هنعمله مع بعض في حلقة جاية. برطمان صغير اللي هو لو يعني ما افتحوش كتير، يعني افتحه كم مرة كده ويخلص وارجع افتح غيره، ما افتحوش واركنه، اللي هو هسحب منه وهيخلص وارجع اسحب غيره، ده تجنبا لاي عفن ممكن يحصل فيه. دي حاجة. الحاجة التانية، بعد ما عبيت البرطمانات هسيب حوالي من سنتي لسنتي ونص فراغ في البرطمان، وهكمله زيت زيتون او زيت نباتي، اي زيت متواجد عندك او حابة تضيفيه، المهم ان هو ما يكونش ليه ولا ريحة ولا طعم. بعد ما عبيت البرطمانات وضفت طبقة الزيت هقفل البرطمانات بقى كويس جدا جدا، ولو حابة احتفظ بيه في التلاجة هيقعد معايا من 3 ل4 شهور في التلاجة، وفي الفريزر هيقعد معايا السنة كلها. لو هاخد منه في الفريزر هيكون سهل جدا، مش هيكون متلج وقافش في بعض قوي، لان الزيت اللي ضفناه في الخفق ده هيسهل عليا ان انا لو خدت بالمعلقة ولا حاجة يبقى سهل ان انا اخد، ما يكونش مجمد معايا قوي.
كمان لو هاحتفظ بيه في التلاجة، الزيت اللي ضفناه في الفرمة التانية، والزيت اللي ضفناه في آخر البرطمان فوق الوش، ده هيحافظ على الهريسة بتاعتي من إن يوصل لها أي عفن. دي حاجة. الحاجة التالتة، الهريسة لمّا أطلّعها من التلاجة وآخد منها مرّة و2 والبرطمان ينقص، الأفضل إن أنا أزوّد فيها طبقة من الزيت اللي فوق تجنُّبًا لأي عفن ممكن يحصل في الهريسة بتاعتي، وبكده أكون قدرت أحافظ عليها طول السنة.